ومع برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بدء هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يجعلنا إن شاء الله مما يدرك ليلة القدر ويتقبلها منا. حياكم الله فضيلة الشيخ. المشاهدون والمشاهدات الكرام، في لقائنا هذا ومع قدوم هذا الشهر الكريم الذي نبارك فيه وقد مضى منه أسبوع، هذا الشهر العظيم الذي له من المعاني وله من المكانة وله من الحضور واهتمام المسلمين، فإنه إن شاء الله تعالى سوف تكون لنا تساؤلات رمضانية مما يحتاج المسلم أن يتفقه فيه ويعرفه، ذلك أن شهر رمضان يتضمن أيها المستمعون والمشاهدون الكرام حكم عظيمة ومقاصد جليلة. لعل كمدخل لهذا اللقاء فضيلة الشيخ أن نقف على شيء من مقاصد الصيام الكبرى حتى تكون إن شاء الله تعالى مدخل للمسائل الفقهية بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا شك بأن الصيام أحد أركان هذا الدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، منها وصوم رمضان أو صيام رمضان، وهو من أركان هذا الدين. وفرض في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآية حددت المقصود الأسمى للصيام، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود أن يمتنع الإنسان فقط عن الطعام والشراب والجماع في وقت معين ودون أن يكون لذلك أثر. فالمقصود الأسمى للصيام هو كيف يحدث فيك هذا الصوم بعد أن سدت منافذ الشهوات وسدت منافذ الشر وصفدت الشياطين، كيف يحصل ما يمكن أن نسميه بالحضور القلبي والخوف من الله سبحانه وتعالى وترك العدوان على خلق الله عز وجل، لأن التقوى هي مقصدنا الأسمى: لعلكم تتقون. وهنا نلاحظ بأن التقوى من حيث تراتبية المقاصد هي تقع في المستويات الوسطى من المقاصد، يعني عندنا مقصد التعبد وعندنا مقصد التقوى وعندنا مقصد الشكر، هذه تسلسل في موضوع المقاصد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال العبادة مقصودها التقوى، وقال أيضا: واتقوا الله لعلكم تشكرون. لاحظ هنا ربطت العبادة بالتقوى وربطت التقوى بشكر الله سبحانه وتعالى. إذن المنطقة الوسطى هذه اللي هي الرابطة بين العبادة والشكر، لأن الشكر هو المنتهى الذي يفترض أن يصل إليه العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني بعد أن يصل الإنسان كمال التعبد وكمال التقوى وكمال التفكر والتدبر، يفترض أن ينتهي به الأمر إلى التعبد. ولذلك تلاحظ أن العباد كثر والمتقين من العباد أقل، والشاكرين من العباد أقل من المتقين من العباد. يعني هذه تقريبا بهذا الشكل. فالله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصيام يريد منا المقصد الأول تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وتحقيق تقوى الله الحد الأدنى فيها هو كيف تنتقل أو تدخل في تقوى الإسلام. وتقوى الإسلام أن تدخل من الكفر إلى الإسلام، هذا تقوى الإسلام، بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله والتسليم لله والانقياد له وإبداء الطاعة هذه التقوى الدنيا. هذه هي الحد الأدنى لدخول الإنسان الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فلا يدخل الجنة من لم يحقق تقوى الإسلام، وهو أن يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام. طيب، النوع الثاني من التقوى هو ما نسميه بتقوى الإيمان. تقوى الإيمان تنتقل بك من تقوى الإسلام إلى تقوى درجة أخرى، وهي القيام بالتكاليف فيما يتعلق بالواجبات قياما بها، والمحرمات اجتنابا لها. إذن هذا مستوى من التقوى. لاحظ كل ذلك ونحن في قوله لعلكم تتقون. إذن دخلت في الإسلام عن طريق اجتناب الكفر
والتسليم لله والانقياد له، تسليم بالطاعة، ثم انتقلت إلى دائرة أخرى، دائرة الإيمان، وهي دائرة أضيق من دائرة الإسلام. نعم. التقوى هذه على وجه التحديد هو أن الإنسان يكون يعني التزم الصراط المستقيم الذي ورد في قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، اللي هو اجتنبت الكبائر المعروفة، اجتنبت المنهيات الكبرى، ثم في نفس الوقت أيضا تركت العدوان على عباد الله، لأن التقوى أهم ما تحققه ترك العدوان. ثم تنتقل بك كذلك، وهذه الناس سبحان الله في تقوى رمضان تتفاوت. هنالك من يقف عند تقوى الإيمان يجتنب المحرمات ويأتي بالمأمورات، لا يفرط فيما أمر الله به ولا يقتحم ما حرم الله، ولكنه قليل الاندفاع نحو النوافل والمستحبات. هذه المستوى الثالث اللي هو تقوى الإحسان. تقوى الإحسان هو أنك تتجاوز موضوع المحرمات والأوامر إلى مستوى ترك المكروهات وترك ما هو فيه شبه، بل أحيانا ترك ما هو مباح خوفا من أن تقع فيما ليس بمباح، والالتزام بالنوافل والالتزام بالمستحبات. إذن هذا المستوى الأعلى. على كل من استطاع أن يتدرج إلى هذا المستوى فهو المطلوب. هذا المقصود الأسمى في موضوع الصيام. لكن هنالك بلا شك أيضا العديد من المقاصد، منها تحرير النفس البشرية من شهواتها، ومنها شكر الله سبحانه وتعالى، ومنها موضوع التيسير ورفع الحرج عن الناس، ومنها موضوع المراقبة لله عز وجل، الصوم لي وأنا أجزي به، ومنها موضوع الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما ورد في الآيات. حقيقة آيات الصيام تضمنت ما لا يقل عن 9 إلى 10 مقصد، كلها مجتمعة في هذه الآيات، لتنتج لنا في نهاية المطاف أن يكون هنالك أثرا عمليا يظهر أن والله الله قال لك اتق الله. طيب كيف نترجم هذه التقوى في واقع الحياة؟ ختمت آيات الصيام وقبل أن ندخل في آيات الحج بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فكأنما الله سبحانه وتعالى مهدنا بالتقوى لنخرج من شهر رمضان إلى أننا والله في حياتنا تظهر الآثار بتاعت رمضان، وقبل أن ندخل إلى الحج طيبنا المطعم وطيبنا المال وطيبنا المأكولات وجعلنا من حياتنا حياة متغيرة، فندخل بعد ذلك في شعيرة الحج التي لا يقبل الله فيها إلا ما كان مالا طيبا. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به وجزاكم الله خيرا. الحقيقة رمضان هو بالنسبة للعبد يعني فرصة ثمينة، وخاصة أن حقيقة دواعي يعني ربما الوقوع فضيلة الشيخ على يعني المعصية أو الذنب يعني تكاد تكون يعني غير يعني متاحة كثير، وخاصة أن الإنسان صائم، ونعلم يعني أيضا الوساوس والشيطان يعني مسلسلة أو هكذا أو مقيدة. يعني ايش العلاقة بين الصيام وبين يعني حقيقة انه الشياطين هكذا في هذا الشهر والانسان مقبل؟ ما العلاقة في هذا الامر او التوضيح في ذلك؟ جزاكم الله خير. هذه سبحان الله من الشعائر التي يعني يعان فيها العبد من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الله سبحانه وتعالى أمرك بأمر، ولكنه في نفس الوقت أيضا ضيق كل المنافذ التي تجعلك تقع في المعاصي. نعم. فأول شيء عندما تمتنع عن الطعام والشراب، هذا الشأن الداخلي. نعم. ضيق عليك منافذ الشيطان في الداخل. جميل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. فإذا كان في الصيام ضيقت عليه منافذه. يا سلام. هذا الجانب الأول. نعم. لاحظ بأن الإنسان تكسر شهوته وتكسر رغباته. كثير من القضايا التي ربما يشتهيها في حالة الفطر لا يشتهيها في حالة في حالة الصيام. لماذا؟ لأنك في الداخل أنت ضيقت منافذ الشيطان. هذه واحدة. النقطة الثانية، أعانك الله سبحانه وتعالى أيضا بتصفيد مردة الشياطين. يا سلام. في رمضان من عون الله للعباد أن الشياطين من بداية رمضان إلى نهايته كبار الشياطين والمردة يصفدون، ويبقى الجنود وصغار الشياطين. هؤلاء يبقون، ولكن عند الإنسان إن شاء الله القدرة في أن هؤلاء يمكن أن ينتصر عليهم إذا ما استعان بالله سبحانه وتعالى. نعم. إذا لاحظ أنت ضيقت على منافذ الشيطان في الداخل، وضيق الله لك منافذ الشيطان في الخارج، وفتحت في هذه اللحظة الجنان وأغلقت النيران، فأنت سبحان الله منافذ الخير كلها متاحة أمامك. وفي نفس الوقت أيضا
بركة هذا الشهر أيضا ملموسة من خلال نزول القرآن. نعم. يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهو شهر القيام، وهو شهر القرآن، وهو شهر الصيام، وهو شهر الذي تصفد فيه الشياطين، نعم. وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وهكذا. ولذلك ستلاحظ بأن منافذ الشيطان ومداخل الشيطان على العبد منافذه ضيقة ومحدودة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رغم أنف امرئ، حديث يعني جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني تعيس وخسران من أدرك رمضان ولم يغفر له. لماذا؟ لأن كل البيئة مهيئة لإيه؟ لهذا الجانب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة نأتي إلى بعض التساؤلات التي تتعلق يعني فقهيات الصيام، ومن ذلك قضية ما يدخل شيخنا يعني للجوف من الأشياء التي يعني قد تكون يعني معاصرة أو أشياء استجدت، أو بعضها يعني حتى يعني موجود من ما يتسرب مثلا من الوضوء أو الاستنشاق، أو بعد ما يتعاطى من الأمور الطبية. هذا مما يعني يرد فيه تساؤل من كثير من الصائمين، فحبذا لو فصلتم في هذا الباب بارك الله فيكم. نعم، طبعا هو تعريف الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من لحظة طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو التعريف، ويكون ذلك بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت عندك الجماع معروف طبعا، تعريفه لا يختلف فيه الناس، لكن تأتي الإشكاليات كلها تقريبا في موضوع الطعام والشراب. الطعام والشراب. نعم. أولا لا بد أن نقول بأن هنالك مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان حتى نقول بأنه أفطر لا بد أن يكون مختارا، لا بد أن يكون ذاكرا، لا بد أن يكون يعني غير مكره، لا بد أن يكون عالما بما أمر الله تبارك. هذه مسائل على كل لها علاقة بقضية الحكم. نعم. لكن نحن الآن في موضوع الجوف. الجوف هو كل ما يدخل إلى باطن الإنسان عن طريق المنافذ المعروفة. المنفذ الأساس الذي ربما لا خلاف عليه هو منفذ الفم. هذا منفذ الأساس إلى الجوف، هو أن الطعام والشراب منفذها الطبيعي هو إيه؟ هو الفم. ولكن أيضا هنالك منافذ أخرى فالدبر مثلا منفذ من المنافذ إلى الجوف. وهنا يأتي قضية أنه والله أحيانا تكون في بعض الحقن، وأحيانا تكون بعض المغذيات قد لا تعطى بالفم، قد يكون الشخص مريض فيعطى مثلا عن طريق الشرج مثلا أو عن طريق الدبر. هذا جانب. فعندنا الآن هذين منفذين. عندنا المنفذ الثالث هو منفذ الأنف. يمكن للإنسان أيضا أن يدخل الماء أو الطعام عن طريق إيه؟ عن طريق الفم، عن طريق الأنف، خصوصا الماء عند الاستنشاق. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن تكون صائما. ففي الصيام تحرص في أنه في المضمضة لا تبالغ، ولا تبالغ في الاستنشاق، لأن الأنف من المنافذ أيضا إلى إيه؟ إلى الجوف. هنالك هذه منافذ الآن متفق عليه. هنالك منفذان ربما حولهم نقاش، اللي هو منفذ الأذن ومنفذ العين. هل هذه منافذ إلى الجوف أو ليست منافذ إلى الجوف؟ من العلماء من اعتبر كلا الأمرين منافذ إلى الجوف، ومنهم من عد الأذن منفذ إلى الجوف ولكن العين ليس منفذ إلى الجوف. فهنا ستأتي قضية الاختلافات، لأنه حقيقة كثير ما يتواصلوا معي خلافات أهل العلم وكذا. أقول لهم الإشكالية كلها في تعريف الجوف والمنافذ إليه. فمن عد العين وعد كذلك الأذن من المنافذ، لو عملت قطرة على العين أو قطرة على الأذن ووجدت ذلك في حلقك، معنى ذلك وصل الأمر إلى الجوف، وبالتالي هنا يكون الصيام إيه؟ باطلا. هذا من حيث دخول الأشياء إلى الجوف. نعم. طيب، في نقطة أخرى الآن من حيث الدخول اتفقنا، لأنه القضية كلها هو الدخول من الخارج، دخول الأشياء من الخارج. نعم. الأمر الثاني أن يكون ذلك مطعوما أو مشروبا. جميل. يكون ذلك مطعوما أو مشروبا. من الناس من حاول أن لا يتقيد بهذا الموضوع، أراد أن يقول كل ما يدخل إلى الجوف بالمنافذ التي ذكرناها فهو مفطر. وبالتالي لو دخلت حصاه كما هو عند الشافعي مثلا، دخلت حصاه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، دخلت إلى بطن الإنسان، يقول لك أنت
خلاص دخل شيء إلى البطن. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذهب في أنه والله هذه الأشياء الداخلة نعم. الداخلة إلى الجوف لا بد أن تكون في حكم الطعام والشراب. فإن لم تكن في حكم الطعام والشراب فيراها يعني فيها نوع من التشديد على الإنسان في أن نقول بأنه بطل صومه، ويقول بطلان الصيام لا يكون باجتهاد عادي. يعني بطلان الصيام لا بد فيه من دليل واضح نبطل به صيام الإنسان. أما باجتهاد زيد أو عبيد من الناس يقول هذه المسألة لا يمكن أن نعتمد عليها في إبطال صيام الناس. إذا عندنا ما يدخل إلى الجوف يجب أن يكون أول قضية الداخل، حددنا المداخل وقلنا لا بد أن يكون في حكم الطعام والشراب. طيب قد لا يكون عن طريق الجوف ولكنه في حكم الطعام والشراب، ما دخل بالمنافذ. لكن عندك والله الوريد، عندك الحقن وريدية. نعم. أيوة، الحقن هذه إن كانت حقن علاجية لا تدخل في مفهوم الطعام والشراب فلا حرج فيها. إذا كان تأخذها بالعضل ولا تأخذها أيا كان، أخذت حقنة علاجية فإن ذلك ليس من المفطرات. لكن بعض الناس يأخذ حقن ذات طابع غذائي، يعني تقوم الحقنة مقام الطعام والشراب، بل بعض الناس يكتفي بها، كمان يذهب إلى الفضاء مثلا فقط عندهم أشياء معينة حقن يتعاطونها أو يركبوها على السمون وتغذي الجسد. فكل ما غذى الجسد من طعام أو شراب أو فيتامينات أو غيرها يعني له علاقة بتغذية الجسد وقوته فهذا من المفطرات، حتى لو لم يدخل حتى لو لم يدخل بالمنافذ الطبيعية التي تحدثنا عنها. نعم. جميل. هذه تقريبا كلها يعني من الأشياء اللي تفطر الصائم. جميل، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أيضا مما يكثر يعني السؤال حوله يعني مرضى السكري، وهم كثر، نسأل الله يعني أن يعافي جميع المسلمين. آمين. يعني هذه حالة السكري كيف يكون التعامل، وهي كما تعلمون ولا يخفى على المشاهدين يعني متنوع أيضا السكري، حبذا لو فصلتم له. كثيرون يسألون أفطر ما أفطر وكذا في هذه المسألة، جزاكم الله خير. هو أولا خلينا نؤكد على أن موضوع نعم. مطلق المرض ذكر بأن الإنسان إذا كان مريضا هذا من الأشياء التي تؤدي إلى الرخص. لكن الخلاف في أن والله المرض نفسه قد يكون مرضا مؤقتا وقد يكون مرضا مزمنا. المرض المؤقت معروف، يعني تأتي الإنسان حالة مرضية يوم يومين فيأخذ رخصة ويفطر ثم يقضي بعد انتهاء رمضان. لكن عندنا أمراض مصاحبة كحالة السكر كما تفضلت. نعم. لكنه عموما موضوع السكر على وجه التحديد حتى نقدر ان والله هذا الشخص فعلا يستطيع الصيام او لا يستطيع الصيام، يفضل ان يراجع طبيبا مؤتمنا من المسلمين ويحدد له وضعية هذا السكر، هل هو مما يؤثر عليه الصيام او ليس مما يؤثر عليه الصيام. يعني مثلا بعض الناس تجده ما شاء الله عنده سكر، يقول لك والله السكر عندي ينضبط تماما في رمضان. هذا وضعه مختلف، هذا الذي يعني لا يجد تعب ولا يجد إشكال ولا يتأثر ولا يزيد مرضه ولا يكون خطرا على حياته، فهذا صيامه بطبيعة الحال واجب وعليه بالصوم. النوع الثاني أن يكون هنالك خطر أو يكون هنالك تأثير أو يكون هنالك يعني زيادة في المرض أو إضرار بالمرض، فهذا إن شاء الله يأخذ بالرخصة، ولكن كما قلت مراجعة الطبيب في ذلك أولى حتى يكون إن شاء الله الإنسان على سلامة من أمر دينه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ننبه المشاهدين والمشاهدات الكرام لمن أراد أن يتفضل بأي سؤال على الرقم الذي تشاهدونه في الشاشة حاليا. نواصل فضيلة الشيخ بما يتعلق بهذه القضايا بالنسبة أيضا لموضوع الجوف، ويعني الأمهات دائما في المطبخ يعني قضية الذوق، يعني الذوق اللي في اللسان، يعني هذا ماذا نقول عنه الشيخنا؟ موضوع الذوق وموضوع البخار وموضوع الدخان الذي أحيانا حتى العود أيضا، كل هذه الأشياء يعني بالذات الذوق إذا ما دخل إلى الجوف لا إشكال فيه. نعم. يعني هي تذوقه باللسان ويظهر طبعا الذوق أثره في بداية اللسان ثم تدفله بعد ذلك، لا تحاول أن تبقي منه حتى لا يتسرب إلى الجوف. أما الأمور الأخرى وهي تطبخ وهي تشتغل هذا كله إن شاء الله لا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الحقيقة ما يتخلل شهر رمضان الفضيل يعني العناية بحقيقة بصلاة التراويح كشعيرة من الشعائر الهامة التي يحرص المسلمون على أدائها. حبذا لو يعني تحدثتم لنا يعني عن صلاة التراويح والحرص فيها. ثم تأتي قضية اختلاف الركعات أو الإنسان إلى أي مسجد يذهب مثلا. بعض الناس قد يعني يتكلف إلى مسجد بعيد مثلا للصوت أو كذا لحسن الصوت، وهذا مما هو هل هو مما يرقب فيه. ثم أيضا فضيلة الشيخ البعض قد يسأل إذا كنت أنا يعني أجد الطمأنينة كده أن أصلي لوحدي، فهل مثل هذا يعني ممكن أيضا أن يقال له يعني هل فيها إلزامية الجماعة فضيلة اللي هي في شعيرة التراويح؟ حول هذه النقطة لو تحدثتم لنا بارك الله فيكم. أولا بالنسبة للتراويح، هي طبعا من هدي النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وسلم. حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة أيام فاصطف حوله الصحابة رضوان الله عليهم، نعم. ثم امتنع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أمته. أراد أن يخفف وأراد أن يجعل من هذه الصلاة أنها من سننه وهديه، ولكن ليست من الفرائض التي يعني تضاف لهذه الأمة. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة ومن رأفته بهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفرض. ثم جاء بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا عليها، خلاص يتحدد الحكم ان هي بعد كده نافله وليست ليست فرض، يعني لن يتحول الامر الى فرض بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عنها عمر، ولعل في عهد عمر رضي الله عنه، قال: نعمه البدعه هذه. هي ليست بدعه بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى ليس لها اصل، ولكنه احياءها من جديد والاجتماع عليها سماه عمر رضي الله عنه بانها نعمه البدعه هذه. فعلى كل هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهنا مسألة مهمة جدا في موضوع قيام الليل، أو هي ما يدخل طبعا هذه في قيام الليل. في رمضان عندنا 3 أشياء ربط النبي صلى الله عليه وسلم فيها موضوع الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن عندك 3 أشياء كلها إن شاء الله مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى طلبا للمغفرة، يعني ما سبق من ذنوب. وهنا أنبه إن شاء الله، مع أن الله فضله واسع، ولكن غالب الذنوب التي يكون فيها هذا النوع من الحديث هو ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. حقوق العباد لا بد أن تأخذ مجراها، يعني لا بد أن ترد كل مظلمة لأهلها. طيب، نحن هنا الآن أمام يعني فضل يكون فيه الإنسان إن شاء الله من خلال يعني إدراكه لهذه الصلاة، يكون إن شاء الله قد دخل في هذا الثواب الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من خلال الحضور للشعائر، لأن تعظيم شعائر الإسلام من تقوى القلوب. أن الله عز وجل تكلم في كتابه بأنه من يعظم شعائر الله فإنها هذا النوع من الصلوات يدخل في الشعائر. والشعائر الأصل فيها فرض كفاية. الشعائر بشكل عام أن تؤدى، يعني إذا قام بها البعض فيكفي أن تؤدى الشعائر، لكن الامتناع تماما إشكاله، حتى لو كان السنة، لكن أن لا تحيى مطلقا فهذه إشكالية. يعني كأنما يعني امتناع طائفة كاملة أو امتناع مدينة كاملة عن صلاة التراويح. فهذا وإن كانت سنة لكنها تبقى إشكال شرعي لموضوع أن الشعائر لا بد أن تؤدى ولو في أعداد محددة، فيكون على الأقل من قام بها كفى من لم يقم بها كشعيرة جماعية. هنا نأتي إلى قضية إنه والله هل لا بد أن أذهب بها إلى المسجد؟ إذا أردت أن يحسب لك هذا الفضل اللي هو والله أنك تعظم شعائر الله وأنك تكثر سواد المسلمين وكذا، فإن الصلاة في المساجد أولى بطبيعة الحال، خاصة التراويح أولى من أن تصليها في البيت، مع أن البيت النوافل العادية فيها طبعا هي الأفضل، هذه لا خلاف فيها. لكن حصل خلاف بالنسبة لمن يقتدى به وأهل العلم على وجه التحديد، هل الأفضل أن يصلوا في البيوت أو الأفضل أن يصلوا في المساجد؟
قالوا حتى لو قلنا لعوام الناس أو الأشخاص العادية الذين لا يقتدى بهم إنه والله يمكن أن يصلوا في بيوتهم، إلا أن أهل العلم ووجهاء الأمة فهؤلاء الصلاة في المساجد العامة أفضل لهم، حتى يكونوا قدوة لغيرهم، وأن لا يكون انسحابهم من المساجد هو انسحاب وتثبيط لبقية الناس. كثير من الناس تجد سبحان الله لما يرى العالم ويرى الشخصية الداعية أو كذا أنه والله مرابط في المسجد يتشجع أكثر مما أنه يعلم بأن هؤلاء يصلون في بيوتهم. وهذه عموما من الأشياء التي لا بد من الالتفات إليها. يبقى بعد ذلك قضية أمزجة الناس في أنه والله طبعا الأئمة ليسوا سواء، ولا القراء أيضا سواء، ولا طبيعة الصلوات نفسها والمساجد كل له طريقته. فمن الناس مثلا من يلتزم ب11 ركعة، ومن الناس من يلتزم 20 ركعة، وهذا الخلاف مشهور وخلاف تاريخي يعني، وكل إن شاء الله فيه خير. ولكن عموما يعني الأئمة ليتهم يراعون في هذا الشهر المبارك أن يجمعوا ما بين طمأنينة النفس في هذه الصلاة وبين استفادة الناس من القرآن الكريم، فهو شهر القرآن. فلا يعقل بأنه والله في رمضان أن الإنسان لا يستطيع مثلا أن يقرأ نصف صفحة مثلا في الركعة الواحدة حتى يستفيد الناس. حتى لو قللت عدد الركعات، يعني بعض الناس يصعب عليه يقل، تجده سريع جدا ويقرأ آية واحدة عشان يصل 20 ركعة. طيب يا أخي خليها 10 ركعات أو 8 ركعات وزيد في القراءة حتى تكون الحالة مثلا أنفع للناس الذين يصلون من ورائك. بشكل عام في هذه المسألة على كل الناس يعني بعضهم بحجة التيسير وكذا، لكن هنا ليست ساحتها على وجه التحديد. في موضوع أن أنت أمام نافلة، وهذه النوافل مطلوب فيها الإطالة، مطلوب فيها التربية، مطلوب فيها يعني لا تكون القضية شكلية فقط إنه والله أنا آتيت ب20 ركعة، لا، خلي هذه ال20 ركعة يشعر فيها الناس في طمأنينة في السجود، يشعرون بطمأنينة في الركوع، يشعرون بطمأنينة في القراءة، متعة في القراءة نفسها. هذه كلها لا بد هذه طبيعة رمضان. يعني طبيعة رمضان نحن أحيانا نقتله بأن نفرغه من محتواه، نحرص على الشكل ونجرده من إيه؟ من المضمون. وللأسف الشديد هذه نعملها في الصلاة ونعملها في الصيام. يعني بعض الناس بحجة التيسير تجده معنى الصلاة نفسه يغيب، حتى كما أطلق عليها البعض الصلاة الميتة، ويمكن أن نقول الصوم الميت الذي يخلو من المعنى ويخلو من الجوهر. فنتيجة أنه غياب هذا المعنى في كثير من المساجد للأسف الشديد يحرص الناس أن يذهب من المسجد القريب إلى المسجد البعيد. وهذا إن شاء الله فيه خير على كل، ما دام أن الإنسان يجد النفع ويجد الاستفادة ويجد التأثير القلبي، فحيثما وجد تأثيره القلبي فليذهب. يعني المقصود كيف والله يحصل في هذا الشهر أن تجد أنك أنت والله فعلا استفدت. وهنا الاستفادة التي أعنيها الاستفادة القلبية وليست الاستفادات الذوقية فقط، إنه والله الشخص يتبسط من القراءة، لا، ليست. أحيانا قد يكون الصوت مش جميل، أحيانا القراءة مؤثرة نعم أصلا فتدخل القلب وتشعر بالمعاني. أحيانا يكون القراءة بسيطة ولكن الركوع والسجود طويل، فتشعر أنت في متعة السجود ومتعة الركوع ومتعة القيام. هذه كلها من الأشياء التي بطبيعة الحال يعني تفيد في رمضان، ويمكن للإنسان إن شاء الله أن يذهب من المسجد القريب إلى المسجد البعيد طلبا لهذه المعاني، لأنه في نهاية المطاف أنت تصلي النوافل هنا طبيعة الحال في رمضان، ولكن تريد النوافل أن تكون فعلا مؤثرة عليك وأن تخرج من رمضان بوضع ربما أفضل بكثير. النقطة الأخيرة التي أختم بها هنا هو بعض الناس طبعا في رمضان يعملون ذات القواعد الطبيعية أو القواعد العادية في سائر السنة. مثلا عندك قاعدة الأولويات، وقاعدة إن والله نوافل العلم مقدمة على نوافل التعبد. هذه القاعدة التي ربما كثير من طلبة العلم يقول لك والله نوافل التعبد أفضل. هذه طيب هي بلا شك، لكن أحيانا نوافل التعبد المؤقتة بمواقيت معينة قد تكون أفضل في مقام معين من نوافل التعليم. ولذلك السلف رضوان الله عليهم يشتغلون بالتعليم سائر السنة ويوقفون التعليم في رمضان، ليتجهوا إلى إيه؟ وهنا أنا أتكلم ليس عن عوام الناس، أتكلم عن طلبة العلم وأحيانا ربما الدعاة والعلماء، في أنهم عليهم أن يتخذوا من رمضان ساحة لشحنة القلب ليتفرقوا في سائر الأعمال. لأن من لم يعطي نفسه حقها في رمضان تلاوة وتدبرا وتعبدا وتفكرا واتصالا بالله ومراقبة له لا يستطيع أن يعمل بالشكل المطلوب في سائر السنة. ولهذا كان
يعني بعض العلماء مثلا في الحرم وغيرها يأتوا إليهم الطلاب ويريدون محاضرات، فيقول أنا في رمضان لا أرتبط، فيتعللون له بحجة، يتعللون له بقضية أنه نوافل العلم مقدمة على نوافل الصيام. فيقول من لم تكن له أصلا يعني اكتمال في الجانب التعبدي فلا يستطيع أن يعطي من النوافل أو نوافل العلم. فعلى كل هذه من الأشياء المهم أيضا لا بد الالتفات إليها خصوصا في العشر الأواخر. نعم. لا حرج من أن الإنسان ينقطع لها انقطاعا حتى يخرج إن شاء الله من رمضان وقد نال الأجر العظيم إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة هناك أيضا يعني تساؤل أو وضعية ما يمكن أن يكون عليه المسلم والمسلمة، وخاصة حقيقة الأخت المسلمة، يعني كثير من الأمهات أو كذا ينشغلن في رمضان بقضية الطهي، وأنه يعني هو الشاغل لوقتها وكذا. كيف تكون المسلمة في هذا الشهر تشعر يعني بأن تأخذ منه حظوتها من يعني حقيقة مقاصده، ولا يكون صحيح هذا أيضا يعني تؤجر عليه، لكن أيضا يعني مما يتطلب أيضا أن تكون مسألة متوازنة. لو وجهتم لنا في هذا الباب، والأسرة أيضا تكون في هذا الباب متعاونة معها، فتكون يعني الجماعية والناس متعاونين على البر والتقوى. بارك الله فيكم. الله يجزيك. هو جميل أنك أكدت على أن هي مأجورة إن شاء الله على ما تقوم به، بل ربما لو أنها يعني أفطر من طعامها 10 أشخاص فإن شاء الله تكون لها أجر جميع هؤلاء أو نصيب من ذلك إن شاء الله. فهي مأجورة بإذن الله في خدمتها. الاحتساب يبقى حاضر في هذا يبقى الباب. حاضر، وأنه إن شاء الله هي تقصد ذلك. لكن حقيقة الأزمة أزمة ثقافية قبل كل شيء. بمعنى حولنا رمضان إلى موسم أكل، فالمرأة همها كله إنه لابد الناس تأكل. يعني أنت شهر شعبان كنا إحنا نجمع في الطعام، مش كده؟ الناس تجيب الأبرة وتجيب التمور وتجيب مالي المخازن أو مال المطابخ، وكأنه والله رمضان يجب أن نخرج منه ونحن قد زادت أوزاننا، وهذا ليس المقصود. هذا ليس المقصود. يعني المقصود إنه والله رمضان يفترض نكون في أقل أحواله. لكن سبحان الله رمضان عند الناس صار اليوم كلفة، متعب، لأن طبيعة المطالب التي يردنها أحيانا قد تكون النساء أشد من الرجال. فهذه إشكالية على كل. نحتاج إن والله نغير أنماط الثقافة حول رمضان، بحيث والله رمضان يمكن أن نكتفي فيه أشياء بسيطة. نعم. يعني عند الإفطار مثلا هي الإشكالية كلها إنه والله هي شغالة من صلاة الظهر إلى المغرب واقفة عشان الوجبة. طيب يا أخي إيش رأيكم والله نقلل وجبة الإفطار بحيث نخلي والله الوجبة تقبل بعد التراويح مثلا. نعم. أحصل. فيمكن أن والله هي تغتنم وقتها وتستفيد من وتعمل بعض الأشياء الترتيبات الخفيفة وتضع شيئا بسيطا للناس، ثم بعد الإفطار قد يساعدنها بناتها وقد يساعدها أولادها وقد يساعدها الزوج نفسه في أنه والله كيف يهيئون العشاء بعد ذلك. لكن الثقافة العامة أنه والله حالة الإفطار ولا يخفى عليك هي الحالة التي ربما ارتبطت عند الناس بأنه رمضان هو هذا. ليس رمضان بهذا الشكل عموما. ولذلك نحن نقول لا بد من في أهل البيت أن يتفاكروا معا ويتعاونوا، وأن تدرك المرأة بأنه في الوقت اللي أنت والله محتاجة فعلا أنك هذا الأجر تناليه إن شاء الله، لكن أيضا مطالبة بالقراءة، مطالبة بالتسبيح، مطالبة بالتهليل، مطالبة بالدعاء، مطالبة بأن تخلو مع نفسك في هذا الشهر المبارك. وليست القضية تسمين هؤلاء الناس أن نطلع من رمضان ونحن قد زادت، لا، ليست هذه هي المقصودة. وبالتالي نحتاج إلى تغيير ثقافتنا عن رمضان حتى نستطيع إن شاء الله. وبعض الناس طبعا يربطها بالكرم، والكرم ليس هذا مقصود رمضان. هو أن والله أن تخفف أصلا الأعباء على البطن. هذه البطن اللي أنت والله كانت تأكل 3 وجبات، لما أنت والله تدخل إلى رمضان وقد جمعت ال3 وجبات كلها في وجبة وجبة واحدة، ما فعلت شيء. لذلك نحن محتاجين في رمضان أن يكون هنالك توازن في الطعام، توازن في الشراب، توازن في حاجة الجسد وحاجة الروح. وحاجة الروح في رمضان أكبر من حاجة الجسد. وثبت اليوم تقريبا من كل الدراسات الطبية إنه الإنسان يمكن أن يكتفي في يومه بوجبة واحدة، لا يحتاج إلى أكثر منها، بس كيف يوازن في مكونات الوجبة التي هو يأكلها في رمضان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا من ضمن ما يرد فيه التساؤل، خاصة نحن هنا في تركيا، موضوع وقت الإمساك، وموضوع أيضا النية. شيخنا، هل هي كافية من أول الشهر، أم يعني الإنسان كل يوم أيضا تكون النية حاضرة في
صيام يومي؟ بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. أبدأ بالأخير. موضوع النية طبعا هو كل المذاهب متفقة على أن النية إما ركن أو شرط، تمام. على خلاف بينهم. ولما نقول إما هي شرط أو معناها يبطل صيام من لم ينوي، سواء كانت ركنا أو كانت شرطا. يعني الأحناف والحنابلة يرونها نعم. شرطا، كويس، يرونها شرطا. والمالكي لا، هذول يرونها شرطا. الأحناف يعني لا يدخلونها في ركنية الصيام. الأحناف والحنابلة ركنية الصيام عندهم هو فقط الامتناع عن إيه؟ الطعام والشراب والجماع، هذا الركن. المالكية والشافعية يرون هي من الأركان، يعني النية نفسها ركن نعم. من الأركان، لكن في كلا الأحوال نعم. سواء اعتبرناها ركنا أو اعتبرناها إيه؟ شرطا، كلا الطرفين يرون عدم الإتيان بالنية فهو مبطل ليه؟ للصيام. لكن يبقى الخلاف بعد ذلك بينهم. نعم. بأنه والله هل نجدد النية في كل يوم أو في كل ليلة، أم تكفي نية إيه؟ نية واحدة. جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة أنه تجدد كل ليلة، إلا نحن اللي هي المالكية يرون بأنه تكفي نية إيه؟ نية الشهر الأولى، نية واحدة. والخلاف بينهم حقيقة خلاف معتبر، والسبب في ذلك من نظر إليها أنها عبادة واحدة كالمالكية، قالوا هي عبادة واحدة ما لم يحصل انقطاع فيها فهي النية الأولى في الشهر. لكن نحن نقول إن شاء الله جمعا بين الآراء، من استطاع أن يجدد نيته كل ليلة فليفعل. جميل. فليفعل. هي طبعا النية الأساسية عند المالكية التي تحدد أنها شيء واحد لا يقطعه إلا أمر واحد، اللي هو أن تكون هنالك حالة سفر أو حالة مرض أو حالة حيض ونفاس. إذا حصل انقطاع، حاضت المرأة أو سافر الشخص أو مرض ثم عاد مرة أخرى إلى الصيام، فيجدد إيه؟ يجدد نيته. لكن تكفي النية إيه؟ ما دام مستمرا فهو إيه؟ في النية الأولى. لكن خروج من الخلاف كما قلت، الأفضل أن يجدد الإنسان نيته كل ليلة. هذا من حيث استصحاب النية في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجزئية الثانية إيش هو كان السؤال؟ أي نعم، بالنسبة يعني لموضوع الإمساك وقت في تركيا. موضوع الإمساك فيه، هو طبعا الإمساك يكون في ليس في مسألة الصلاة تتقدم تتأخر، هذه لا علاقة لها. الإمساك له علاقة بطلوع الفجر. نعم. وكل الآن الإمساكيات بتحدد، يعني زمان الأتراك كانوا عندهم شوية احتياط، بيخلوا الإمساك متقدم والأذان يعني أو يقدموا كان عن طلوع الفجر. وبرضه بعض الدول بتعمل هذا. الصحيح أن الإمساك يكون عند طلوع الفجر إيه؟ نعم. الصادق، حتى لو تأخر بعد ذلك الأذان أو تأخرت الصلاة مش مشكلة. فأنت تمسك مع الوقت الذي يحدد فيه إيه؟ طلوع الفجر. واليوم ما شاء الله الوسائط عندنا متاحة تماما تخبرك متى طلوع كل يوم بالتحديد. توريك فالإمساك يكون في هذا التوقيت، يكون في توقيت الفجر وليس في مسألة الأذان أو الصلاة. ودي طبعا كثير من الناس يقول لك الأذان الصلاة. هذه المسألة يعني يجب الناس أن تربطها بغروب الشمس في الإفطار وبطلوع الفجر في الإمساك. نعم. بس في جزئية قبل نحن في موضوع الداخل على الجوف، في بعض الأشياء ربما لابد أن ألفت إليها. كثير من الناس يتساءل حول البزاق والمخاط والنخامة والبلغم. هذه قضايا متعبة عند الناس، كثير من الناس يعني. وطبعا فيها اختلافات مذهبية، لكن الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه القضايا الداخلية التي تأتي من الداخل ليست مفطرة إلا إذا كان الإنسان أخرجها ثم أدخلها. واضح؟ جميل. أو مثلا بعض المذاهب قالت والله إذا جمعها وحرص على أن يبتلعها. لكن الأصل القاعدة التي بنى عليها شيخ الإسلام أن هذه القضايا أول ليست داخلة من الخارج، فلا ينطبق عليها عملية الدخول من الخارج، وليست هي طعاما ولا شرابا، وبالتالي ليست من المفطرات، حتى لا يتعب الناس في هذا الموضوع. وحقيقة تأتينا أسئلة كثيرة في هذا الجانب. بارك الله فيكم. لعل الوقت داهمنا. في دقيقة فضيلة الشيخ، لو تكرمتم
حقيقة بموضوع النوع التكافل في هذا الشهر، وكيف أنه يعني نشعر، ولعل الصيام يشعرنا بأن هنالك يعني بطون جائعة هنا وهناك في أماكن عدة في غزة في غيرها. كيف المسلم أيضا يجعل اهتمام من هذا الشهر كان موضوع يطول فيه، لكن كإشارة مناسبة أن نشعر بإخواننا المحتاجين في تسييمهم في صيام، في أن نقدم لهم ما يحتاجون في هذا الشهر. بارك الله فيكم. هو على كل من ضمن المقاصد المهمة جدا هو كيف يستشعر الإنسان خاصة الأغنياء كيف يشعرون بحرمان الآخرين، أنهم لا يجدون طعاما، لا يجدون شرابا، لا يجدون أنواع معينة من الطعام. نعم. وأنت ما شاء الله طوال العام تستمتع بما آتاك الله سبحانه وتعالى من مال وآتاك من. فشهر رمضان يحتاج فعلا إلى أن نحوله شهر للتكافل وشهر لاستشعار أوضاع الفقراء والمساكين. نعم. ليس فقط، للأسف الشديد صحيح المناطق الخاصة هذه وضعيتها مختلفة، يعني سواء في رمضان أو في غير رمضان تحتاج إلى أن نلتفت إليها. مناطق الحروب والنزاعات والفتن والإشكالات، خصوصا اليوم عندك غزة وعندك السودان، تقريبا من الدول اللي الناس محتاجة أن تقف معها وتساندها. نعم. ولذلك نشجع في هذا الشهر مثلا في قضية إفطار الصائم، تفطير الصائمين وإطعام الجائعين، متابعة الأرامل، هذه لا بد أن تكون موجودة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، كان أجود الناس، وكان أجود الناس في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فلاحظ كيف أن القرآن مؤثر في أن يكون الإنسان جوادا، والصيام يؤثر في أن يكون الإنسان جوادا. ولذلك بالنفسية اللي نحن موجودين فيها، والثقافة الغذائية التي تكلمنا عنها، والكميات الهائلة جدا التي ربما الناس يصرفونها في رمضان في المآكل، والآخرين لا يجدون ما يأكلون، هذه إشكالية مناقضة تماما تقريبا لقضية التقوى التي تكلمنا عنها. كيف تريد أن تكون تقيا وجارك جائع؟ كيف تريد أن تكون تقيا وأقرب الناس إليك من أهل الإسلام لا يجدون ما يأكلون؟ فهذه من المسائل التي لا بد من الالتفات إليها والتذكير بها، وتعليم الناس بأن الموضوع ليس موضوعا بسيطا، إنما موضوع له علاقة بصلب وجوهر الصيام أو غاية الصيام، اللي هي تقوى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى خلق الله عز وجل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما تقدمتم به، وجزاكم الله خيرا. ونشكر المشاهدين والمشاهدات الكرام على حسن استماعكم في هذه الحلقة الرمضانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر لما يحب ويرضى من الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر الطاعات، وإن شاء الله نلتقيكم على خير مع موضوعات هذا الشهر الكريم. نسأل الله القبول لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.